السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا هنا كوباية دقيق جميع المستخدمات، يعني ندخلها حلو عشان ميبقاش فيها أي تكتلات أو عفرة أو أي حاجة. ودي كوباية نشا الذرة بتاعنا العادي، برضو هندخلها حلو عشان ميبقاش فيها أي تكتلات. هننزل عليها بمعلقة وسط خميرة، معلقة صغيرة قد 5 جرام، مفيش اكتر من كده. هننزل عليها، انا هعبر معانا بنفس الكوباية مية، نفس المج الشاي العادي، هنعملها كوباية مية. وهننزل واحدة واحدة عليها على المكونات بتاعتنا، على الدقيق بتاعنا ده. طبعا هيمسك مننا شوية عشان عليه نشا. هننزل برضو واحدة واحدة، وهنملى. احنا خدنا الكوباية كلها، وهاخد حبة من الكوباية التانية برضو. مج الشاي العادي عندك، او ممكن تحب ضعف الكمية، ممكن تضعف الكمية، تعملي كوبايتين 3 دقيق نشا على حسب افراد الاسرة عندي. فانا هستكفيت بكوباية دقيق وكوباية نشا. طبعا هنلف بيها شوية كده، وهنزود شوية مية كمان. زي ما قلت لكم خدنا شوية مية كمان اهوت، خدنا حوالي معلقتين مش اكتر من كده. عايزين العجينة بتاعتنا تبقى عاملة زي خيط كده، مش سايلة قوي ولا ماسكة قوي. وهنعمل احلى شوية مشبك بيتي، مش هتنسى حلاوته. وبعد ما نلفها حلو كده وما فيهاش اي تكتلات، والعجينة بتاعتنا ناعمة وحلوة، ونتأكدوا ان الدقيق اللي فيها كله والنشا بقى حلو، ما فيهاش اي تكتلات خالص، وباش زي ما انتم شايفين عاملة خيط ما بينقطعش. قلبناها تاني حلو بالسباتلو، وهتعملي بصبعك خط بس كده، هتلاقيها ماسكة بعضها، مش بتفرد على طول. يكون كده القوام بتاعها حلو، ومش محتاجين ازيد من كده ميه. هما معلقتين يا دوب اللي خدناهم من المج التاني، يعني مج كبير وبتاع الشاي اللي هو 250 ملي ومعلقتين. هنيجي بالجزازة الكاتشب بتاعتنا، او كيس، وهنخرم منه حته لو ما عندناش، او جزازة ميه عادية، وهنخرم لها في الغطا حته برضو. هننزل بعد ما سيبناها ترتاح شوية 10 دقايق، مش اكتر من كده. مش هنغيب عليها لان مش عايزين عجينتنا تخمر خالص. الزيت بتاعنا طبعا هيكون سخن، ومش سخن قوي، متوسط، والنار تكون متوسطة عشان ما تاخدش منك لون بسرعة على البوتاجاز وتحمر منك. احنا مش عايزينها حمرا قوي، احنا تاخد لون ذهبي بسيط كده. طبعا عشان ما عنديش فرمة، فانا جبت الطاسة زي الكسرولة الصغيرة دي، هي معجولة كده. والشربات بتاعنا كوبايتين سكر، لان انا عاملاه جاهز عندي، عشان لما احب اعمل حاجة حلوة تبقى الحاجة عندي على طول جاهزة. كوبايتين سكر، وكوباية وربع مية، وعصرة ليمونة، وبنسيبهم لما يبقى تقيل خالص الشربات بتاعنا. ونجيب معون واسع او طبق واسع كده، او هي زي ما انتم شايفين طبعا انا اجهزة الكاتشب المفروض كنا شلنا هي غطيان على بعض، المفروض كنا شلنا الغطا الابيض اللي تحت، عشان تبقى الخيط بتاع المشبك او الدايرة بتاعتها تخينة شوية، مش رفيعة جو كده. بس ما شاء الله عليه، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، وتعملوا الاحسن. اما تعمليها في بيتك مش هتنسى حلاوتها، وبطريقة بسيطة ومش مكلفة قوي، وهتعملي كمية كبيرة. طبعا العسل يكون بارد، هننزل عليها ونشيله ونحطه في المصفى على طول. عملنا الكمية الحلوة دي، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي يا رب، وتعملوا الاحسن. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ايه رأيكم في المشبك البيتي اللي زي العسل ده؟ ما شاء الله عليه، مقرمش وشارب من عسله، ومش شارب زيت ولا يتعبك. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. مش هتنسى حلاوته. احنا الغلطة الوحيدة اللي وقعنا فيها ان ازازة الكاتشب قلنا المفروض شلنا الغطا اللي تحت الابيض،
هما غطيين، وسيبناها كده اللي هو اللي فوق بس. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا احلى واغلى اخوات. حرمش منكم يا رب ودمكم نعمة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.